المنتخب المغربي يملك لاعبين مميزين، لكن بصراحة لا أعتقد أنه يملك نفس الجودة الفردية التي نملكها في البرازيل. أحترم المغرب كثيرا، لكن هناك فرق بين الوصول إلى إنجاز كبير مرة واحدة وبين البقاء ضمن كبار العالم باستمرار. البرازيل معتادة على المباريات الكبيرة والضغط الكبير، بينما المغرب ما زال يحاول إثبات نفسه بين المنتخبات العملاقة. سمعت الكثير من الحديث عن قدرة المغرب على هزيمة أي منتخب في كأس العالم 2026، لكن على أرض الملعب الأمور تختلف. عندما تواجه لاعبين مثل لاعبي البرازيل، فإن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق. نحن نثق في أنفسنا كثيرا، وإذا واجهنا المغرب فأنا أرى أن فرصنا أكبر للفوز. الجماهير المغربية متحمسة وهذا أمر طبيعي، لكن الحماس وحده لا يكسب المباريات. في النهاية، التاريخ والخبرة والجودة هي التي تتحدث، والبرازيل تملك كل ذلك.